مساء الخير. من لبنان إلى سيدني أستراليا سطر الياس الشامي قصة نجاح حافلة بالإنجازات في عالم الصيدلة. بفضل خبرته العميقة في هذا المجال وشغفه بالابتكار تمكن الياس من تطوير العديد من الأدوية التي ساهمت في تحسين حياة الكثيرين. إن مسيرته المهنية طويلة، هي شهادة على تفانيه وعزيمته للكثيرين، وتثبت أن الإصرار والعمل الجاد هما مفتاح النجاح. ابن بلدة حقل العزيمة أستاذ الياس الشامي أبو أنيس، أهلا وسهلا فيك عبر شاشة دليل الكورة تي في، وشكرا لوقتك اليوم. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. خلينا إياك. إلي الشامي قصة نجاح من قلب لبنان إلى أستراليا والعالم. ليش كانت أستراليا وجهة السفر؟ بالبداية كان خالي بأستراليا. نعم. وقدموا الأهل على فيز تيطلعوا على أستراليا. نعم. والحمد لله الله وفقهم ياخدوا فيز ويطلعوا على أستراليا. نعم. وطلعتهم على أستراليا كانت يمكن الرب رايد يختاروا حياة جديدة ويختاروا بلد جديد. نعم. وبهالزيارة وبهالسفرة اللي اختاروها بأستراليا كانت الحمد لله ناجحة. وهيدا خير ثمار يلي عم نشوفه اليوم مع حضرتك ومع هالنجاح يلي يفوق التصور 100%. طيب اليوم أنت سافرت على أستراليا وما كنت تتقن اللغة، يعني اللغة الإنجليزية منا هينة. قديش كان هالموضوع صعب بالنسبة لك؟ اللي عم بتقوله أكتر من صح. يعني أنا تركت حقل العزيمة، كنت بالصف بذكر تمام، وقالوا لنا بكرة ما في مدرسة. بكرة بدنا نسافر. نعم. هذا عم أحكي بال75، بس الوالد بدي أرجع معك شوي. الوالد سافر بال70. نعم. على أستراليا هو والوالدة. نعم. لمن حصلوا على الفيزا وباسبور وطلعوا على أستراليا، اشتغلوا بأستراليا ما يقارب 3 سنين. بس حضرتك كنت بهالوقت هون بلبنان 100%. ما رحت معهم؟ أبدا. أنا وأخواتي الأربعة. نعم. نحن 5. نعم. أوكي. الموجودين دلينا مع ستي يلي هي مش ستي الحقيقية، هي خالته لبي. نعم. ربت بي. نعم. ستي الحقيقية توفت هو بعمر 6 شهور، ومن خلالها جدي انجبر يتزوج إنسانة اللي بنكن لها كل احترام وكل تقدير وبنترحم عليها بكل لحظة، لأنه كانت بوجودنا معها بمثابة الأب والأم بتربيتنا، بوجودها معنا خلال 3 سنين يلي أهلي تركونا يطلعوا يختاروا حياة جديدة، وخيرا ما فعلوا حتى يكون نظام حياتنا أريح وبحبوحة. الحمد لله. أبو أنيس، أم أنيس روبن الشامي. نعم. هي الزوجة، هي أم الأولاد، وهي ربة المنزل، وهي الملهمة. نعم. كيف بتوصف هالعلاقة الحلوة يلي عمرها أكثر من 40 سنة؟ 43 سنة. يلي عمرها 43 سنة مع أم أنيس. أم أنيس بالبداية نحن رفقة بالمدرسة، رفقة بالضيعة، وبدك تقول إنه وجودنا بالمدرسة مع بعض بنعرف بعض، بس ما كان في نوع من المودة أو أبداً. هيك بس كشاب ابن 14 وهي بنت 13 14 كان في نظرات
كان في نظرات. في نظرات، وفي من نوع انه ما بنعرف، اولاد ضايعه. صحيح. الامور تغيرت، حياتها تغيرت، بس انه ما كنا نعرف ان هي حتكون الزوجه وانا حكون الزوج يوم من الايام. نعم. لانه الانسان اوقات بالاكليل ما بيعرف حاله وين بيصير. صحيح. جبت لك اياه على نفس الوزن. هيدا مثل وصبت على الوزن. ابدا. لا. برجع على ام انيس. ام انيس جيت انا على لبنان بال81. نعم. من بعض الشعور، وكان في شعور انه يكون نصيب انا وهي. انا من ناحيتي. نعم. هي بتسألها إلها، بس بعدين انا اكتشفت نفس الشعور. كيف ربت هالعائله؟ يعني ابو انيس اليوم بالفتره اللي مشغول فيها بحياته وعم بيأسس وعم يطمح وعم ينجح، كان في بالبيت باك اند كتير قوي، عم بيحافظ على الاولاد ويربيهم ويعمل شركه عائليه لا مثيل لها. بس بدي ارجع شوي. كان الزواج بال81. نعم. وتزوجنا وطلعنا على استراليا. نعم. اسسنا عائله الحمد لله، والله ينعم على كل انسان باللي عملناه مع بعض. امين. قبل ما ادخل بعالم الادويه وصناعه الادويه يلي هن 3 اولاد، انيس، لطيفه، لوسي. الله يخلي لك اياهم. هودي قبل صناعه الادويه. قبل صناعه الادويه. بعدين صار عندكم ولد رابع يلي هو انتوني. دخلنا صناعه الادويه ب 88. نعم. 87 88 بلشت الافكار تتجمع من خلال شخص بعرفه، صديق. انا عملت كذا مرحله بشغلي من الشغل. نعم. بس المراحل اللي كنت اشتغل فيها ما كانت ثابته. صحيح. كان عندي تطلع، كان عندي امل اني انا بدي انجح بمحل ما مين ما كان فيه يوصل له. طب هل هالنجاح كان الهامك او املك بمجال الادويه، او كان عندك غير طريق؟ كان عندي الهام مع طموح بهالمجال، مش بالادويه، بشيء انجح فيه. اوكي. لما قابلته للشخص يلي اسمه روي، لبناني الاصل، بمناسبه بايفنت. نعم. قال لي شو عم تعمل بهالايام يا الي؟ عرفني تزوجت وعائله وكذا. قلت له والله يعني عم اعمل بعض الشغل، بس بدي عم فتش على شغل اكبر واقوى لإلي. نعم. لاني دائما كنت فتش على النجاح ومستعد له ومحضر له ومهياله، بس على شرط يكون شيء نعتبره نجاح، نقدر نعمل اسم فينا، نعمل ونترك بصمه. ابدا. لما اخذت الشغل اللي قال لي عنه، عرفني على معمل ادويه، ومعمل الادويه اللي تعاملت فيه كان الاصل عربي مصري، وتعاملت معه ما يقارب 3-4 سنين. كان فين اساوي، كان فين تعب، كان فين مجهود، شو ما بدك تقول قول. اكيد. ابدا. طب بس هيدا الدومين استاذ الياس منه دومينك، يعني انت منك دارس مجال أبدا. الصيدله وصناعه الادويه، كيف قدرت تنجح بهذا المجال؟